وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن بعض الدجاجلة الذين يظهرون فيدعون النبوة، وقد حصل ذلك في زمانه وبعده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. بين وقت وآخر يظهر بعض الدجاجلة فيدعون النبوة. ممن ادعى النبوة من الكذابين الدجاجلة ميرزا غلام أحمد القادياني. هؤلاء القاديانية لهم وجود قوي في إنجلترا، لهم وجود كبير في ألمانيا، لهم وجود في فرنسا. هؤلاء يدعون النبوة لزعيمهم ويعتقدون النبوة في رئيسهم. هذا الخبيث الذي كان في الهند ميرزا غلام أحمد القادياني فأذله الله وأهانه. هذا كان يدعي النبوة لنفسه، وكان من جملة ما قاله والعياذ بالله أنه قال: إن الله أوحى لي أنه يجب علينا وعلى جميع المسلمين أن نشكر الدولة البريطانية لأنها أحسنت إلينا بجميع أنواع الإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال على زعمه هذا وحي نزل عليه، على زعمه أن هذا من الوحي الذي نزل عليه. ثم باهله العلماء في الهند فقتله الله وأذله وأماته في بيت الخلاء. في بيت الخلاء مات هذا ميرزا غلام أحمد القادياني. ماذا قال عن نفسه؟ إنه نبي. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اسمعوا هذا الحديث: إن النبي من الأنبياء يدفن حيث يموت. يدفن حيث يموت. هذا دليل أنه ميرزا غلام أحمد القادياني ليس نبيا. أين مات؟ في بيت الخلاء. وقع رأسه في حفرة النجاسة، مات في بيت الخلاء، أذله الله وأهانه. هذا ميرزا غلام أحمد لما مات طلع أحد أبنائه ادعى النبوة لنفسه، ثم لما مات الآن حفيده يدعي النبوة لنفسه أيضا. هؤلاء كفار، هؤلاء لهم قوة ومراكز كبيرة في إنجلترا. هؤلاء القاديانية ليسوا من المسلمين، ليسوا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بل اعتقدوا النبوة في زعيمهم، وأنكروا نزول المسيح من السماء، وقالوا المسيح هو غلام أحمد القادياني، وأنكروا ظهور المهدي وقالوا المهدي هو غلام أحمد القادياني. هؤلاء دجاجلة يقال لهم القاديانية، ولهم فضائية، لهم تلفزيون يصل إلى الدول الغربية والعربية، لهم تلفزيون فيه يبثون هذه الكفريات وهذه الضلالات. يسمون أنفسهم أيضا الأحمدية نسبة لأحمد القادياني، ميرزا غلام أحمد القادياني. هؤلاء كفار ولو قالوا لا إله إلا الله، لأنهم لم يؤمنوا برسول الله ولا آمنوا بالله. هؤلاء كفار ليسوا من المسلمين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فلا نبي بعده ولا رسول، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، وقد نص القرآن على ذلك والحديث، وأجمعت الأمة عليه. لذلك قال العلماء: من ادعى النبوة بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر، وكذلك من صدق مدعي النبوة بعد سيدنا محمد هذا أيضا
كافر بإجماع الأمة. الرسول هو قال: وختم بي النبيون، رواه مسلم. وفي القرآن: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: وختم بي النبيون، وقال: لا نبي بعدي. فمن ادعى النبوة بعد سيدنا محمد كافر، ومن صدق مدعيها كافر أيضا. وهنا مسألة مهمة، فائدة مهمة. قد يطرح عليك هذا السؤال: فماذا تقولون في نزول المسيح من السماء؟ هذا حق، وليس معناه أنه بعث بعد نبينا محمد، فالمسيح عليه السلام كان قد بعث ونبئ ونزل الوحي عليه قبل سيدنا محمد. ثم المسيح عليه الصلاة والسلام رفع إلى السماء، وسينزل إلى الأرض كما في القرآن في سورة الزخرف: وإنه لعلم للساعة. وكما في حديث الحاكم قال صلى الله عليه وسلم: ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا. إذا نزول المسيح من السماء ليس معناه أن إنسانا نبئ بعد سيدنا محمد، لا، فالمسيح كان قد نبئ قبل سيدنا محمد. واضح؟ فهذا لا تعارض فيه مع اعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فعيسى كان قبل نبينا محمد وما زال على قيد الحياة إلى اليوم، وعندما ينزل إلى الأرض يدعو إلى التمسك بشريعة محمد، وهو عليه الصلاة والسلام يعمل بشريعة محمد. إذن هذا لا تعارض فيه مع الإيمان والاعتقاد بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، أي لا نبي بعده ولا رسول.